تقريبا من الساعة 5 الكل يرسل إلي صور من صور زواجي الأول. ماكو شي عيب وماكو شي غلط وماكو شي مخل بالأدب والأخلاق من اللي صار بحياتي الماضية. صور زواج، ترى الموضوع ما بي شي عيب، لأنه الموضوع كان رسمي وحالي حال أي بنية تزوجت بوقت مبكر، زواج مبكر. من كان عمري 16 سنة وكان موضوع عائلي، وأنا أعرف الصور من طلعت ما طلعت من شخص غريب، طلعت من زوجي السابق. وراح أحب أوجه له كلام، بس قبل الكلام راح أعطيكم مواقف هو سواها وياي، وخلوني أحكي لكم شنو سبب انفصالي. أول شي موضوع كان يعني الزواج كان على مود أهلي فقط، وأنا كنت طالبة. تخيلوا أنا أريد أستلم شهادتي من الخامس الأدبي، كنت أسمع يروح يقول لأمي أتمني إن شاء الله ترسل بنتك على مود أبطلها من المدرسة، لأنه ما أريد أداوم مدرسة وما أريد أطلع برا البيت. ويا أخوان كنت عايشة بظلم. أنا دا أحكي هسه معاناة طفلة زوجت من وقت وتأذت وشافت زوج حقير. المهم بما أن الموضوع كان على مود عائلتي تزوجت، فاني قلت لهم قبل لا أطلع من بيت أهلي، قلت لهم أنا شهر ما أقدر أبقى وياه، ما أقدر شايفين من البنية تعوف دراستها وحياتها ببيت أهلها وفجأة تطلع تعيش ببيت شخص غريب وحقير وقاسي وعائلته حاكمته. المشكلة أني ما أطيق بحياتي إلا الرجال. ما أقدر أنا من أباوع على ولد هسه بالشارع أريد أن أعجب بشخص، ما أقدر أعجب بشخص صغير، ما أقدر أن أعجب بشخص ما عنده شخصية، بشخص مو أحس أريد شخص أكبر مني، عقله أكبر مني، يفهمني يعلمني يوديني يجيبني، مو أني اللي أقعد أحير بتصرفات رجل. النقطة المهمة، شوفوا تقريبا قبل 3 سنوات بالضبط كانت، تعرفون احنا بالعراق عندنا 10 محرم مال الإمام الكاظم. بوقتها اني كنت لابسة حجاب أسود وبدي بلوز أسود طويل ولابسة بنطلون أسود. خابرت أهلي، قلت لها ماما عليكم الله توسلت بيهم، قلت لهم بس تعالوا اخذوني اريد اروح ازور الامام الكاظم، واني متعوده من اني طفله كل سنه ب10 محرم لازم اروح ازور ولازم اروح ادعي ولازم اروح اصلي. ليش؟ المهم قلت لهم تعالوا اخذوني لان اختنقت، اريد اروح وياكم، انتوا رايحين اخذوني وياكم. امي قالت اوكي ماشي جايين. فانا كنت بالغرفه ضبيت، فداحت وياه اقول له راح يجون اهلي ياخذوني عادي. هو ما يدري امي جايه اصلا البيت اهله اللي انا كنت قاعده وياهم. فجاه قام وضربني واذاني وقام يحكي على الائمه وقام يحكي على كل هذه العالم. من ضربني واذاني كانت بي اثار يعني ضرب. وبعد طبعا صار لي 3 سنوات ما حاكيه بهذا الموضوع، ولأول مرة بحياتي أحكي به، لأنه هذا موضوع خاص وأبد ما حاكيه به. عاد نصر هذا الموقف قدام أمي وأبويا رأسا بنفس اللحظة، مش شافوا شلون يضربني ويأذيني رأسا أخذوني للبيت. وبعدها بشهر هو لا سائل لا حاكي أبد ولا داز أي ناس، لحد ما أنا طلعت حامل. قاموا أهلي خبروا أهله، هو ما دار بال، بس قاموا يدزون عالم خلي ترجع وهاني ما اضربها واني ما اسوي كذا. حكي الرجال هذا ابد ما يقنعني. المهم هو مسأل نهائيا لحد ما اجى الطفل، صار عندي طفل سميته امير. اجى طفل وراها راح جاب، هو اصلا كان يحكي علي لانه اني اروح ازور ولانه اني من مذهبي غير عن مذهبه. قام جاب لي صارت ميليشيات وصارت شيوخ وصارت عالم هواية دخلوا، لحد ما يوم من الايام اجى ويا ميليشيات وسووا اتفاق هو وجماعة واخذوا الطفل من عندي. وبوقتها انا كنت طفلة ما اقدر اسوي اي شيء، بالموت
يروح يقول للعالم، يقول اني احب اذيها واني احب اذلها، ويعني هيك حقاره بحياتي ما شايفه، وهسه جاي تنزل الصور. راح اضوج اني ما مسويه شي غلط وكلش فخوره وكلش تعرف ليش فخوره؟ لانه قدرت اخلص من انسان فاشل مثلك، انسان ما عنده رجوله، ما عنده احساس كل شيء، واهله اللي معيشي، واني ما الحمد لله والشكر وابوس ايدي مليون الف مره، لانه اني ما كملت حياتي وياك وانت عايش بزود اهلك، واني ما يوالمني وما يمشي وياي وما اباوع بس على الرجال اللي يملي عيني، والرجال اللي قد كلمته واللي شخصيته هازه القاع، وانتم متابعيني وعلى راسي وعلى عيني، ولو بقيتوا تدسون منا صور منا الباكر ما راح ادير بال. تعرفون ليش؟ لانه اني اللي اعرف هاي الصور، لانه اني اللي شايفه هاي الصور، اني صاحبه هاي الصوره، اني شايفتها قبلكم، واني اعرف عندي هاي الصور قبل لا انتم ترسلوها الي، واني كنت على ثقه انه ومحضره هذا الكلام، واعرف هاي الصور راح تطلع وما راح اهتم نهائيا، وصارت عندي حياه جديده، واني ماشيه بهاي الحياه الجديده، ولا راح اهتز ولا اي شخص او اي ما اعرف منه، لو ما اعرف منه كان هذا الشخص فاني ما راح اهتز، واني ماشيه وعايفه الماضي ورايا، ولو يجي قدامي مره ثانيه والله الماضي لا اهينه ولا اخلي له اعتبار بحياتي ولا اتذكره، لاول مره ولاخر مره احكي شيء يخص حياتي. شوفوا كل شخص بينا تأذى بما فيه الكفاية، كل شخص بينا انجرح وعاش ماضي تعيس وعاش ويا نفسه بحزن وألم وتفكير وقلق، ماكو واحد رأسا قدر يصير قوي. أنا تعبت بحياتي وأنا تأذيت وانغدرت ومني وبيا باعوني، أني ما أقدر أقول الناس اللي باعوني لأن عيب بحقي، لأنه أنا سامحتهم، لأنه هم أهلي، مسامحة الكل وأحبهم ومقدرة كل شيء، صار أنا نسيته خلاص. بس شوفوا هاي المواضيع على جنب، خلوا عندي خصوصية، ولو انتم ما خليتوا أي خصوصية لأي بشر. وأنا أعرف هسه أصحاب البيجات اللي يكرهوني كيفه وفرحة وعبالهم انهم هسه هزوني من حكيت هيجي، بالعكس هذا الموضوع زادني فخر وزادني ثقة بنفسي، واني فخورة بكل شيء سويته بحياتي، ولا اضوج ولا ابكي ولا اتذكر ولا انقهر، لانه اني ما اتخيل اكو احد او اكو بنية شايلة قوة اكثر مني، وانا عندي هيجي مثل المسابقة منو اقوى، اكيد اني اقوى. والموضوع انتهى لحد الان، اخر مرة احكي بيه وما اريد اي سؤال، واتمنى كل شخص بعد يهتم بحياته ويحاول يرفع من شأنه او يسوي شيء لنفسه، حتى لو وقع وتعب والناس كلها صارت ضده يسوي شيء لنفسه، لانه اني كل شيء، وحتى لو نزلت مني دمعة اليوم مو على مود احد، على مود تذكرت نفسي، واني ما ابكي على بشر، ابكي على نفسي بس. يجوز هيك عيوني تدمع بس ما ابكي، ولا اعتقد دمعة راح تنزل.